بيبدأ فيلمنا النهاردة بالدب ماك ماك وهو نايم في قفص مغلف وبيتحرك بيه، لكنه بيصحى لما بياخدوا مطب هوا تقريبا. بيلاقي نفسه محطوط في صندوق هدايا وطيور اللؤلؤ بتوصيل الأوردرات وبيكونوا طايرين بيه. بيسألهم احنا رايحين على فين؟ محدش بينهم بيرد عليه. بيسأل تاني بيقول له لؤلؤ من اللقالق انهم واخدينه لأهله في بحيرة التماسيح. بيقول لهم بس انا دب مش تمساح. بيرد عليه اللؤلؤ ان كلهم بيقولوا كده ومش فاهم ليه كل الحيوانات بيتبروا من أهلهم في بحيرة التماسيح. وبعدين بيفكر ميك ميك وبيستخدم ذكائه، مش بيلاقي حل غير إنه ينط من الصندوق، وقبل ما يوصل للأرض بيكتشف إنه كان كابوس مش أكتر، وإنه ما كانش في صندوق هدايا ولا حاجة. لكن الكابوس الحقيقي لسه هيبتدي وهيشوفه دلوقتي. بيصحى يكتشف إنه موجود فوق لعبة قطار الموت بتاعة الملاهي الكبيرة دي، بسريره ببطانيته بكل حاجة. والمفاجأة هي إن صديقه الأرنب أوسكار اخترع لعبة ملاهي جديدة وبيجربها فيه، وده لأن أوسكار مريض بالأرق، فطول ما هو صاحي بيفكر وكل ما يلاقي فكرة جديدة ينفذها، وعشان كده سموه في القرية بالمجنون. بنرجع لميكميك على قمة اللعبة وبيطلب من أوسكار ينزله، فما بيصدق بقى وبيشغل اللعبة فعلا عشان تبدأ وتنتهي وينزله. ومش بيحس ميكميك بنفسه غير وهو بيطير على اللعبة من الشرق للغرب وبيصرخ عشان ينزل للأرض، وبيتوعد لأوسكار وبتنتهي اللعبة بتكسيرها لأن وزن ميكميك كان زيادة عليها. وبعدين بنروح لطيور اللؤلؤ وهم عبارة عن شركة شحن وتوصيل طلبات دليفري زي ما قلنا في الأول. وبيكون واقف على صخرة كبيرة أفضل مندوب توصيل أرنولد ومدير الشركة، وبيخطب في الموظفين بتوعه عن الوعي والتركيز وإنهم يوصلوا الأوردر صح وسخن وبسمسم. وبعدين بيكرم أرنولد وبيكلفه بمهمة توصيل دب لأهله في أمريكا. وبعدين بيظهر لنا كارل وده مندوب توصيل برضه، بس البوصلة بتاعته بايظة شوية وعمره ما وصل حاجة صح. وبيتكلم مع أرنولد عن الطرد القديم بتاعه، فبيقول له إنه غلط في توصيله واضطر دب وأرنب وحشي يوصلوا الطرد بداله، وبيعرف مكانهم وبيقرر يروح لهم. وبعدين بنروح للغابة وبيكون واقف فيها كبير الغزلان بيحكم بين كبير النسور غزلي وكبير الدببة باجلز، وبيتنازعوا عن مين اللي يمسك الحكم فيهم. وبيكون في قعدة للغابة وهي إن اللي يمسك الحكم لازم يكون عنده ابن عايش معاهم في الغابة. وبيتكلم الدب ومراته إنهم مستنيين شركة الشحن تجيب لهم ابنهم في الأيام القليلة اللي جاية، فبيتأجل التصويت لحين وصول الابن. وبعدين بيجتمع النسر مع أولاده تومار وباندو ومعاونة الضبع الشرير شوكا، وبيقول لهم إنهم لازم يمنعوا وصول الدب الصغير بأي طريقة. وبعدين بيبص لابنه الصغير باستنكار وبيكون هيكلف ابنه الكبير المهمة دي، لكن تومار بيرفع إيديه إن هو ينفذ المهمة دي، وبيقول له غزلي إنه لازم ينفذ المهمة صح ويثبت لهم إنه مش عديم النفع وإلا يخرج من الغابة وما يرجعهاش تاني أبدا. وبيخرج فعلا اللؤلؤ اللي جايب الدب وهو أرنولد وبيطير جنبه بيحاول يشتته وبيعرض عليه إنه ياخد منه الدب ويوصله هو لأنه عارف الطريق وأهله يكونوا جيرانهم. وبيحاول يشتغل على غروره علشان يقدر يعمل اللي هو عاوزه ويمنع وصول الدب الصغير. وبيقول له إنه عايز يتعلم منه حركات كتير وبيطلب منه يوريه شوية من الحركات دي. ووقت ما أرنولد بيكون غرقان في غروره بيشد تمار الدب منه فبيقع من اللؤلؤ بيضيع منه وسط الأشجار، وبيفضل يدور عليه علشان يقدر يوصله لأهله في الميعاد. وبعد تدوير كتير بيلاقيه في المية وبتكون السلة بتاعته شايلاه وعايمة على وش المية وماشية في البحيرة. وبنروح لميكميك وأوسكار وهما بيتخانقوا عشان المقالب اللي كل شوية يعملها أوسكار والألعاب المخيفة بتاعته. وبيكون ميكميك لسه هيمسك أوسكار ويضربه، بيجي لهم دب باندا صغير كان وصلهم بالغلط قبل كده وفضل معاهم لحد لما كبر شوية وكان بيحاول يهديهم من الخناق ما بيعرفش، فبيخرج نحلة علشان تقرص ميكميك ويسكت فبيغمى عليه. وبعدين بيفوق ميكميك وقبل ما يتخانقوا تاني بيقطع خناقهم وصول الدب في السلة بتاعته لنهاية خط المية اللي بيكونوا قاعدين عنده. بينتشلوا ميكميك من المية بعصاية الباندا وبيشيله وبيحاول يدور فيه على أي رسالة تدل على عنوانه لكن مفيش. وفجأة بيجي كارل وبيطلب الدب عشان يرجعه لأهله، لكن ميكميك بيرفض وده لأنه مش موظف كفء، فبيحاول يقنعهم ياخده عشان يصلح غلطته. لكن ميكميك بيقول له إن هو اللي وصل الباندا غلط برضه وإنه هيشتكي عليه. وبيخاف ميكميك على الدب وبياخده. بالليل بيكون كارل والباندا أخدوا الدب وخرجوا عشان يوصلوه لأهله، وبيكون ميكميك وأوسكار نايمين. وبعدين بيمشي كارل والباندا وبيسأله لو يعرف طريق أمريكا. فعلا بيكذب كارل وبيقول له الخريطة دي لعبتي، وبيفضلوا ماشيين لحد لما بيقعوا
بيقعوا في حفرة عميقة وبيفضلوا فيها لحد ما النهار بيطلع، وبيلاحظ ميك عدم وجوده، وبيخرج هو وأوسكار يدور عليهم مع بعض لحد لما بيلاقيهم في الحفرة وبيخرجهم. وبيحاول ميك يخلي الدب، لكن الباندا بيقول له انه ما ينفعش يتحرم من اهله، وده لانهم مش هيحبوا حد زيه. وبيقرر ميك انهم هيروحوا معاهم يوصلوا الدب عشان يضمنوا سلامته، وبعدين بيتعبوا وبيناموا. بيصحوا من النوم بيلاقوا اوسكار اخترع لهم منطاد عشان يوصلوا بيه، ويقولوا لاهل القريه ان ميك مطلوب في امريكا عشان يحكم في الانتخابات وياخد الدب يوصله في طريقه. وبيصحى النسر كمان وبيطير وراهم، وبيلاحظوا النسر وهو طاير حواليهم، وبيكونوا شبه خايفين منه لكنه بيختفي عن نظرهم ويقف وبيستقر فوق المنطاد بتاعهم. وبتجيله فكرة انه يخرب لهم المنطاد فيقعوا ويموت الدب ما يوصلش لاهله. وبالليل لما بيكونوا كلهم نايمين وغرقانين في احلامهم، الباندا بيحلم باهله واستقبالهم له، وكارل بيحلم برجوعه لبني جنسه وانه بيتكرم في شغله، وميك بيحلم بالهدوء والاستجمام وان جات له رساله مكتوب فيها انه بقى رئيس امريكا. واوسكار بيحلم وهو صاحي انه اخترع آلة زمن وبيقدر يجيب بيها اهل الباندا. وفي نفس الوقت بيكون تومار النسر بيحلم بتريقه اهله والضباع عليه واستهزائهم بيه دايما، فبيصحى يخرم المنطاد من فوق وبيبداوا يهبطوا ويقعوا بالمنطاد، لكن النسر كمان ما بيعرفش يهرب، وده لان رجليه شبكت في الحبال وبيقع معاهم، وعلى الارض بيكونوا شاكين فيه لانهم شافوه وهو بيطير حواليهم. لكنه بيكذب عليهم وبيقول لهم انه كان قاعد وهم وقعوا عليه بالمنطاد بتاعهم كسروا له جناحه. طبعا ميك مش بيصدق لان النسور مش بتعيش في جو بارد وهم واقعين في القطب الشمالي، فبيقول لهم انه مستكشف وكان بيكتشف المكان. فبيعالجوا ميك وبيقرروا ياخدوه معاهم، وبعدين بيكتشفوا انهم وقعوا على بحيره متجمده في القطب الشمالي، ومن الوقعه السطح الجليدي اتصدع، وبسرعه اخترع اوسكار قارب من بقايا المنطاد واخدهم عليه عشان يهربوا من على الجليد باقصى سرعتهم لحد لما بيقدروا يعدوا البحيره، وبراها بيضطروا يمشوا في الجليد عشان يوصلوا لوجهتهم لان مفيش اي اختراع حاليا يسهل عليهم الطريق. وبيفضلوا ماشيين لحد لما بيوصلوا الكهف، وبيقرروا انهم يستكنوا فيه بالليل ويناموا والصبح يكملوا طريقهم. وبيناموا الدب والباندا وميك وكارل، وبيفضل تومار واوسكار صاحيين. بيلاحظ اوسكار ان الباندا سعان فبيقعد يعمل له شال بالتريكو وبيدفيه بيه وبيسيبه ينام. وبيكون تومار شايف تصرف اوسكار مع الباندا وبيسرح بذكرياته مع ابوه ومعاملته الوحشه دايما له، وانه لما قال لابوه انه سعان وهو صغير ابوه زعق له ونهره. وبعدين لما بيصحوا بيخرجوا عشان يكملوا طريقهم وبيطلعوا لقمه منحدر، ومجرد ما بيصرخ الباندا بيحصل تصدع تاني في الجليد، وبيقرر اوسكار انه يخلي ميك لوحة تزلج ليهم وبيربطوا بحبال وخشب وبيركبوا على ظهره وبينزلوا بيه المنحدر. ولكن بعد شويه ما بيعرفش اوسكار يتحكم في ميك وبيطير من تحتيهم وبيقع عند كهف تاني بيلاقي نفسه لوحده. بيظهر عشان يعرفوا مكانه ويقولوا على الصوت، لكن اللي بيجي حد تاني، وبتكون مفاجأة لميك لأنها بتكون دبة زيه وعايشة لوحدها في المكان ده، وخرجت لما اتفاجئت بصوته وبيقع في حبها ميك من أول نظرة، وبيقول لها تروح معاهم وتدلهم على طريق الخروج من الجليد وبتخرجهم. وبالليل بيكونوا خرجوا من الجليد والمنحدرات وبيقفوا في مكان يولعوا نار يتدفوا عليها، وقبل النوم بيقعدوا يتكلموا عن مغامراتهم وازاي وصلوا لبعض. وبتقول لهم كرويلا انها عايشه هنا من زمان قوي، من وقت ما ابوها وامها ماتوا عشان ينقذوها من انهيار جليدي وملهاش صحاب ولا حد. وبعدين بيتفاجئ ميك ان شعر ظهره متشال على شكل قلب، ومش بيشك في اي حد غير اوسكار، وبنكتشف ان الاوسكار كان بيعمل الشال التريكوم من فرو ميك وبيقول له امال نفضل بردانين يعني ولا ايه، وكده كده فروك هيطلع تاني يا ميك ما تبقاش قفوش كده امال. وبعدين بيروح ميك وكرويلا ويقعدوا على تله تحت شجره وبيتكلموا مع بعض، وبيحاول يقنعها تروح معاهم وترجع معاه للوطن، ويكونوا بيت مع بعض على ذوقهم. وبتتردد فبيروح يجيب لها ورده وهو ماشي بتشوف ظهره فبتضحك، ولما بيرجع بتوافق تروح معاهم للوطن. وبعدين وقت ما بيكونوا كلهم نايمين بيستغل باندو الهدوء بيروح لتومارو بيساله انت مستني وصول الدب بسلام لاهله ولا ايه، وبعدين بيهدده برد فعل ابوه هيكون ازاي، بيقول له انه جاي عشان يحذره، وبيقول له انه لو ما نفذش المهمه بتاعته حالا ابوه هيؤمر الضباع باكلهم واكله هو كمان معاهم، فبيخاف منه. بيقوم يحاول يخطف الدب ويخوفه عشان ما يعملش صوت، لكنه بيتراجع وبيقول لاخوه انه مش هيعمل كده. وبيرجع باندو لابوه بيقول له انه راح لتومار عشان يطمن عليه، لكنه زعق له وشتمه وقال له انه مش جبان زيهم وانه مش هيقتل الدب، وده بيعصب ابوه جدا. فبيقترح عليه باندو انه يؤمر الضباع بمطاردتهم واكلهم، وبيفضل غزلي يفكر في اقتراح ابنه. وتاني يوم بيدوروا على تومار لانه بعد عنهم، وبيفضلوا يندهوا عليه لحد لما بيرجع وبيعترف لهم بخطة ابوه وانه كان جاي عشان يفشل
توصيلهم للدب، وإنه مش مكتشف ولا حاجة، وإنه هو اللي خرب المنطاد، ولكنه تراجع لما لقاهم بيحبوا بعض وطيبين وعاملوه كويس عكس أبوه وأخوه ومعاملتهم معاه. وبيقول لهم كمان إن الضباع معاونة لأبوه، وإن الهجوم الجاي عليهم هيكون من الضباع. وبيفكر أوسكار في خطة وبتكون عبارة عن تشتيت للضباع، وبيعملوا سلل كتير ودببة من الخوص ويوزعوهم على بعض، وبيبدأوا يجروا في اتجاهات مختلفة أول لما بيحسوا بحركة الضباع. وفعلا في الوقت ده بيكون غزلي اقتنع باقتراح ابنه، وبعدين بنشوف الباندا وهو بيحارب الضباع ومش خايف منهم، وبيقدر يخلص على مجموعة منهم. وبعدين بنشوف ورا كل مجموعة منهم في مجموعة ضباع بتطاردهم، لكن اللي بيطارد كارل وتومار مجموعة نسور هدفهم قتلهم. وبيكون الدب الحقيقي موجود مع ميك وكيرويلا في كهف، واول لما بيوصلوا الضباع لعنده بيخرج لهم ميك وبيضربهم كانه دب. وبعدين بيتجمعوا لاول مره بيمدح ميك اوسكار على حاجه، وده لان خطته نجحت في تشتيت الضباع. وبيقرروا انهم يدوا الدب لكارل عشان يوصلوا، وفعلا بياخد الدب وبيخرج، لكن بيرجع يهاجموا النسور تاني. ووقت مهاجمتهم له بتقوم حريقه في الغابه، وبيقع الدب من كارل، وبيحس كارل بإحباط في إنه ينجح في شغله ولو لمرة، وبيزيد إحباطه وحزنه لما بينزل الأرض بيلاقي السلة فاضية. فبيفكر إن الدب وقع في النار ومات، لكن لما بيمشي شوية بيلاقي الدب قاعد بعيد عن النار، فبياخده عشان يروح يوصله لأهله. في الوقت ده بيكونوا الحيوانات كلهم متجمعين عند كبير الغزلان، وبيكون غزلي بيتهم الدب جون إن هو السبب في حريق الغابة، وده لأن المكان اللي اتحرق قريب من بيته. وبيهتف في الحيوانات إنهم لازم يطردوا جون من الغابة، وبيقول لهم غزلي إن ابنه لسه ما جاش لحد دلوقتي، ومن الواضح إن دي خطة لتشتيت العدالة ومفيش ابن ولا حاجة، وإنه بيكذب بس عشان ياخد الحكم. وبعدين بنرجع لكارل وتومار بعد ما بيقدروا يتوهوا النسور اللي بتطاردهم، لأنه تومار بيقدر يضرب جزء منهم وينجحوا في خوض مغامرتهم مع النسور. وبيكملوا طريقهم وبيوصلوا للغابة، بيكون كارل وتومار سبقوهم، وبينزل كارل بالدب لكن تومار بيمشي، وده لأنه مش هيقدر يقف قدام أبوه. بعد ما خذله بيسلم كارل الدب لأبوه بخير وسلام قبل ما يعلنوا نتيجة الانتخاب بدقايق. وبيقول كارل في الغابة إن غزلي هو اللي عطل وصول الدب، لأن كان في نسور كتيرة بتطارده، وإنهم هم السبب في حريق الغابة أثناء مطاردتهم للدب، وده لأن غزلي كان عايز يقتل الدب عشان يتعين هو الرئيس بالقانون، وما يقدرش غزلي ينكر كل اللي عمله. وبعدين بيتعلن الحكم في الغابة لمين بعد وصول الدب، وبيكون لجون بعد ما عرفوا اللي عمله غزلي وخطته، وبيتنفي غزلي من الغابة خالص. وبعدين بيروح كارل يوصل الباندا كمان لأهله في الصين بعد ما بيعرف مكانهم، وبيتعرف الباندا عليهم ويعيشوا مع بعض في سلام، وبيحكي لهم عن مغامراته وإنه قوي وهاجم مجموعة ضباع لوحده. وبيرجع كارل للعشيرة بتاعته بعد ما وصل طردين مختلفين للي هم الباندا والدب، وبيتكرم على شغله وبيقول له إنه في طرد جديد هيسلمه. وبعدين بيتجوز ميك وكيرويلا، وبيجي لهم طرد هدية بمناسبة إنهم أخيار وطيبين. وبيكون الطرد عبارة عن دبين توأم من نفس فصيلتهم، دب ودبة صغيرين، وبعدين بيعيشوا حياة طيبة وهنيئة. وبيقرر أوسكار إنه يستغل المساحات الواسعة في الغابة ويعمل فيها ملاهي كبيرة تكفي معظم الحيوانات، وبياخد موافقة جون وبيساعدوه الحيوانات في الغابة. وبعدين بيروح كارل ياخد الطرد الجديد وبيروح عشان يوصله في جنوب افريقيا، لكنه غلط برضه. بيكون الطرد عبارة عن شبل صغير ووصله بدون انتباه للقطب الجنوبي عند البطاريق، وبيبدأ الشبل يجري ورا البطاريق ويهاجمها. والهنا بيكون خلص الفيلم بتاعنا. بسلام.